انصرنا يا الله، انصر يا رب الابطال. اللي عايز الزمالك يكسب يصلي على النبي، يخبط اللايك المتين ويكتب في الكومنتات يا رب انصر نادي الزمالك على الفريق الجزائري اتحاد العاصمه. ان شاء الله البطوله زملكاويه عشان هتقهر ناس كتير قوي، هتبقى مصدومه من اللي هم متوقعين خسارتنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واهلا بيكم ولايف جديد مع مصطفى جابر. في البدايه ما يحلى أي كلام إلا بذكر الله، لا إله إلا الله. صل على حبيبك النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، برضو عشان يحلى الكلام. وما قبل المعركة، دايما المعركة دي بيبقى ماتش ديربي، بيبقى كده، لكن ده أهم من الديربي في الدوري المصري، أهم من الدوري المصري، أهم من ماتشاتنا، أهم من ده كله، لأن دي بطولة أفريقية إن شاء الله تضاف لنادي الزمالك بمشيئة الله تعالى. عارف ان في ناس كتير جدا متضايقه ان الزمالك وصل النهائي، وعارف كمان ان في ناس كتيره قوي متضايقه لو الزمالك خد البطوله، لدرجه ان هم حتى بيقولوا لنفسهم يعني حتى لو خدوا البطوله فهي ضعيفه، مع ان من جواها هيموت ومش عايزك تاخدها. ناس كتير بتقول لك ده 4 مليون دولار هيعملوا ايه؟ ده انتوا عليكم يجي 6 مليون ولا 7 مليون دولار. انت مالك انت، يعملوا ايه ولا ما يعملش ايه؟ مش فاهم. يعني انا عشان عليا 6 مليون دولار ولا 7 مليون فما اكسبش بقى البطوله واقول هعمل ايه بال 4 مليون؟ ركز ركز هنا، بص بص، الهجوم جاي عليك من كل اتجاه، الهجوم جاي عليك من كل مكان. الاول كده السلام عليكم واهلا بيكم ولايف جديد. صلوا على النبي كده عليه الصلاه والسلام، واخبط اللايك المتين واعمل شير في كل مكان، عشان عايزين الفيديو ده يبقى فيه كله دعوات حلوه للزمالك. عايزين الكل يدعي، اللي رايح الاستاد واللي قاعد بيتفرج من البيت واللي يتفرج من الشغل واللي مسافر بره. عايزين ال 70 80 مليون ان ما كانوش 100 مليون زملكاوي كلهم يدعوا ويقولوا يا رب. تعالوا بقى ندردش سوا كده وقولوا لي توقعاتكم ايه للتشكيله، وشايفين كابتن معتمد هيعمل ايه والدنيا هتبقى ماشيه ازاي. اول تعليق اهو عبد الله السقا، السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا درش؟ اللهم امين، ان شاء الله ربنا يوفق فريقنا بكره ان شاء الله. وزي دلوقتي الشعب المصري الزملكاوي يكون مبسوط زي دلوقتي كله ان شاء الله بكره، اللهم امين يا رب، تفرح كل الزملكاويه بكره ان شاء الله يا رب. والله يا عبد الله ان شاء الله كلنا نفرح وكلنا نكون مبسوطين بمشيئة الله تعالى. ان شاء الله نحتفل زي دلوقتي كده، هيبقى متبقي دقائق والماتش يخلص نكون كسبانين 3 4 0 5 0 5 زي بتاع صن داونز اللي خدوها قبل كده الاهلاويه. اي نتيجه بعيد عن التعادل، بعيد عن 2-1 والاهلاويه انت فاهم اللي عمالين يقولوا التوقعات وما اعرفش ايه، لدرجه ان انا عايز اقول لك ان الاهلاويه شاغلين بالهم ببطوله الكونفدراليه اكتر مننا. انا عذرهم، عارف ليه؟ عذرهم لان هم عايزين يتدربوا على البطوله دي، لان هم في المركز الثالث وان شاء الله يفضلوا الثالث، فهم عايزين يتمرنوا ويشوفونا احنا بنعمل ايه عشان يبتدوا يعملوا زينا. فمعلش لما تلاقي واحد داخل في الكومنتات يقول لك انت هتخسر بكره، فهو اكيد مش بيتمنى ان انت تاخد البطوله دي، عشان هو لو دخلها مش هيعرف ياخدها. وانا بقول لك اهو، مش بيقولوا ان الكونفدراليه سهله؟ طيب خلي الاهلي يدخل ولو راجل ياخدها، خلي الاهلي يدخل الكونفدراليه ولو رجاله ياخدوها. فهم معذورين، وانت كمان لازم تعذرهم، لان هم من غير بطولات وهم مش لاقيين حاجه يعملوها، مستنيين ماتش اللهم لا يعني هيظبط ما يظبطش، ممكن بيراميدز يخسر فيبقوا التاني، ممكن ما اعرفش الزمالك ايه فيبقوا ايه. سيبك من ده كله ان شاء الله. ابراهيم محمود الشيخ حبيبي عيني. فزي ما بقول لك كده، فالاهلاويه محروق دمهم قوي، هم مش عارفين يتكلموا في ايه. كل اللي هم مستنيينه حاليا ان انت تخسر الكونفدراليه، رغم ان هم بيقولوا انها بطوله عاديه وبطوله معرفه، بس عارف لو خسرت هيطلع يقول لك بص ما عرفش ياخد الكونفدراليه، ما عرفش ياخد ال 4 مليون دولار، ما عرفش. عشان كده انا قلت لك بلاش النغمه بتاعت احنا ضامنين ان احنا ناخد البطوله. الماتش صعب، مش هخبي عليكم، الماتش صعب، وعارف ان اتحاد الجزائر هيموت على الماتش ومش هيسيبه بسهوله، رغم ان هم وحشين سيئين، هم ما عملوش اي حاجه هناك. انت كنت احسن منهم وافضل منهم وكنت تقدر تكسبهم هناك 2 و3، بس هو القدر بقى والنصيب. فانت حاسس ان انت متهاجم من ابن بلدك اللي هم الاهلاويه، ومتهاجم من اتحاد العاصمه الجزائري. تلاقي ده داخل مش عارف بيشجع الجزائر وده بيشجع الجزائر. طب انتوا ايه علاقتكم بالجزائر؟
انت ليه بتتمنى هنا ان انا اخسر؟ ما انت كده بتشجع اتحاد العاصمه الجزائري. ويطلع واحد اهلاوي يقول لك ايه يا باشا، ده الزملكاويه ما بيشجعوناش في افريقيا يا باشا. زي مثلا مين؟ قول معايا كده، مين إيه؟ صالح جمعه يقول لك انا مش هشجع الزمالك. ما هو اهلاويه كمان ولاعيبه ومش عارف ما بيشجعوش، مش هيشجعوك. وبالتالي يقعد يقول لك اصل الزملكاوي هم اللي ما اعرفش ايه. لا 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 يا باشا، ان شاء الله الزمالك يكسب. محمد حكم حبيبي يا محمد، ان شاء الله. احمد جلال، ولما انت شايفني تعبان بتتفرج عليا ليه؟ يعني غباء، مش عارف والله العظيم يا جماعه، غباء من الاخرين. المهم، فهم محروق دمهم، هم معذورين، لان انا عذرهم ان هم لا عندهم كونفدراليه ولا دوري ابطال ولا دوري مصري ولا كاس حتى خدوه، وحتى السوبر ممكن يدخل بالكارت الذهبي اللي كان بيتريق عليك فيه، فاكر؟ سبحان الله والله العظيم يا جماعه، سبحان الله، الزمان بيدور. يقعد يقول لك بص الزمالك مش عارف في المركز الكام، ولا واخد دوري ولا واخد كاس ولا واخد افريقيا، وراح السوبر المصري اللي هو اتعمل من 4 فرق. بص اصل هما اهو هيدور الزمن، وان شاء الله الزمالك هيكسب، وان شاء الله بيراميدز هيكسب، ويا عالم المصري يعمل معاك مفاجآت، مع اني مش متوقع يعني، بس ماشي. انا بقول لك اهو. العوني بيقول 3-1 للزمالك، ان شاء الله يا عوني تسلم. فهم مرعوبين منك، هم خايفين. عارف ليه هم مرعوبين منك وخايفين؟ هم مش مرعوبين عشان انت جامد قوي ولا انت افضل حاجه ولا انت هتجيبهم في البطولات، لا، هم مرعوبين لان عارفين ان بالنسبه لك الدوري ده بالذات بالكام و40 دوري اللي عندهم، البطوله الافريقيه دي بكل بطولاتهم. ليه؟ لانه عارفين ان انت واقع، عارفين انت عندك يجي 17 ايقاف قيد ولا 77، عارفين ان انت ما عندكش صفقات، عارفين ان معظم اللعيبه اللي عندك مشيت زي دونجا وناصر ماهر وغيره، مش عارف تجيب بدلهم، وبتلعب بناشئين وانت فاهم، واصابات ودنيا، وكابتن الفرقه بتاعك مصاب. انت واخد بالك؟ سامح، ازيك يا ابو ادم؟ انت قعدت متعصب ليه؟ وحشني غالي حبيبي يا سامح. التعصب افضل للزمالك والله يا سامح. يعني انت عارف ان انا جربت التطبيل للاهلي، ودي يمكن كانت غلطه من الغلطات اللي انا وقعت فيها وبعترف بيها، لان هي ما هي الا تدوير على المشاهدات عشان نكون صراحه. وانتوا كاهلاويه عارفين ان الزمالك بيدخل يهدم في الزمالك علشان خاطر المشاهدات، وانت كاهلاوي عارف ان هو بيطلع يحفل على نفسه كزمالك علشان يرضيك، عشان تديله اللايك. من الاخر، حته اصل بيقول كلمه حق، احنا بنتوهم ان احنا كنا بنقول كده. انت فاهمني؟ انا بتكلم جد اقسم بالله، ده ما يزعلش. لما بشوف اهلاوي متعصب ما بيزعلنيش، بس زي ما اتفقنا متعصب باحترام، لا انا بغلط فيك ولا انت بتغلط فيا. ده اللي احنا بنتكلم عليه. لكن صدقوني يا جماعه، دي قاعده، انا جربت دي وجربت دي ورجعت تاني، وراجع من قبل ما الاهلي يطلع من افريقيا، ومن قبل ما يطلع من منافسه الدوري، وراجع. اصل الناس بيقول لك اصل الاهلي وقع بقى فالزمالك فاق فانت رحت، لا، ما انا عارف ان الزمالك هتوقعوه تاني وتالت وعاشر، مش هياخد بطولات 10 سنين ورا بعض زي ما الاهلي بيعمل عشان هو مسنود. فالموضوع خلصان. احمد بيقول لي يا اخي كنت بحترمك، انت عايز 100 سنه عشان ومش هتوصل للاهلي. احنا مش محتاجين ال 100 سنه، لان السنه عندنا ب 100 سنه من الاهلي، البطوله عندنا ب 100 بطوله من بتوع الاهلي. انت فاهم الشغف اللي عندنا من الجماهير وحب الجماهير للكوره وللزمالك؟ معلش بملايين من عندكم، فكل ده مش فارق معايا. انتوا فاهميني؟ الكوره يا جماعه، الكوره جوان، الكوره جوان يا شهاب، الكوره جوان يا شهاب. وده دليل ان الاهلاويه داخلين في البث ده وداخلين متضايقين، ومعظمهم بيبقى محروق منك وبيتمنى لكش الخير. حتى اللي بيقول لك انا بتمنى ان انت تكسب مش من قلبه، وان كان من قلبه فهي قله قليله عشان ما ابقاش ظالم حد. لكن احنا مش عايزينها، والله العظيم ما بهزر، مش عايزينهم، مش عايزينهم يشجعونا، لان لما شجعونا فقرونا. الجون بعد ما انت كنت مسجله اتقلب عليك بضربه جزاء واتسجل. ليه؟ لمجرد ان هم الاهلاويه يقول لك احنا بندعمكم يابا. تدعموا مين يا عم الحاج؟ صباح الفل بقى، صباح الفل بقى. يلا شوفوا الشكوا على خير. انا قلت اطلع كده ندردش بس ايه في السهره كده، وانتظرونا ببث مباشر تاني ان شاء الله.